السلام عليكم. لأ، اهدى، دي مش حلقة من حلقات قلش فخم ولا حاجة للأسف، لسه، بس والله بنحضّر. أنا عارف إن القعدة والغيبة اللي أنا غِبتها، بس والله يا ابني كانت بسبب العيا، على المرض، على حاجات غريبة بتحصل لي، والله رجليّا لسه واقفة عليّا ما بتتحركش قد كده، يعني مش قادر أقف وأتحرك وأعمل وأسوي زي ما كنت باعمل، فيا دوبك المُسكِّن شغال، واخد بالك، وأنا هاقف أعمل لك الفيديو إيه، الخفيف القصير شوية ده، بس إن شاء الله الحلقة جاية وهتتوالى وراه الحلقات سيل هتنزل عليك سيل ما تقلقش. بعد ما رجعت من القعدة وكده عملت شوية كوميك وشوية حاجات على الإنستجرام والفيسبوك بنسخّن، وطبعًا كان في شوية بلاوي كتير بتحصل وبنطلع ننتقدها بطريقتنا يعني إيه المعروفة أو بنتكلم عليها، وكان موضوع كأس العالم ومصر والأرجنتين خد حقه بالزيادة أوي، كفاية، كفاية، نرجع بقى إيه للسيما شوية. ذا أوديسي، الأوديسا، ملحمة هوميروس اللي كانت بعد الإلياذة بتاعة حرب طروادة، وده يعتبر فيلم السنة أو ناس هتقول عليه فيلم القرن بتاع كريستوفر نولان بعد اوبنهايمر، والدنيا فيه يعني فيها شوية حاجات كده مش سالكة شوية. الفيلم من ساعة ما كان بيتصور وبعدين التريلر نزل والعرض الخاص، في شوية انتقادات قعدت تزُق في الفيلم وبتحاول تسقّطه. طيب إيه الموضوع وإيه اللي حصل؟ ده اللي أنا جاي أفرده ونستعيد بيه الحيوية بتاعتنا حبّة، حبّة. شوفوا يا ولاد، لمّا تيجي تعمل أي فيلم عن حدث تاريخي أو سيرة ذاتية لازم تراعي شوية حاجات. إيه هي؟ الحبكة التاريخية والتواريخ والأرقام والجزء التاريخي لازم يكون مضبوط كما ذُكر في المصادر والتواريخ 100%، ما تهزرش. يعني مثلًا ما ينفعش نولان يروح جايب الأوديسا قد الإلياذة، ده بيُسمى خرف سينمائي. فعلًا الراجل ما عملش كده، تمام، يعني الراجل بيحِط للتواريخ والكلام ده كله، وطبعًا إحنا لمّا الفيلم هينزل خلاص وهنتفرّج عليه، إحنا برضه اللي عنده معلومة أو خلفية وهيدوّر هيعرف، تمام، فالجزء التاريخي لازم يكون صح 100%. طب تاني حاجة إيه؟ تاني حاجة أنت ممكن تُقع في حاجة تانية، وهي إن في أفلام أو في مواضيع عملت نفس الكلام قبل منّك. طب تمام، هتقول لي إزاي؟ كان في حاجة اسمها ذا أوديسي، الأوديسا اتعملت سنة 97 لأرماند أسانتي، حاجة تحفة، هو حاجة زي مسلسل ميني كده، كان على التلفزيون حوالي 3 ساعات، بس طبعًا خد جوايز كتير وعليه تقييم عالي جدًا، فشيخ يعني، أنا شُفته مرتين، اسمه ذا أوديسي وده زي ما قُلت لك إنتاج 97، فطبيعي إن إحنا هنقارن الأوديسي بتاعة 2026 بدي وهكذا، وده مش عيب، يعني مثلًا والله أنا رأيي إن أرماند أسانتي وقعد يقول لك ده مات ديمون أفضل أو أرماند أفضل من مات ديمون، عادي جدًا، فده كده نولان أو غيره من المخرجين بيقعوا في الحوار ده في أي فيلم من النوعية دي. تعالَ بقى على النقطة المهمة ودي اللي عملت البلاوي وسببت الخرف والخبط للصبح، إيه هي؟ اختيار الشخصيات، مش عيب زي ما قُلت لك إن الشخصيات القديمة أو المخرج القديم اختار الفلاني أو الإصدار الجديد من الفيلم عمل العلاني، أكيد هيحصل لخبطة وشوية آراء مختلفة، ولكن إحنا بنتكلم هنا عن الmiscasting في الأعمال الذاتية يا رجالة والسير التاريخية زي ما ناقشت أنا قبل كده فيلم الست. لو أنت عندك الراجل ده في التاريخ بعين واحدة ما ينفعش تطلّعه بجوز عيون، لو لابس نضارة زي حالاتي ما ينفعش يطلع نظره 6/6، لو راجل أفريقي ما ينفعش يطلع أبيض وألماني ومزهزه، ده ما فيش هزار وما فيش خلاف عليه. طيب إيه بقى اللي حصل وإيه اللي عمله كريستوفر نولان؟ أول حاجة يا سيدي هاقول لك على حاجة بس قديمة كده في فيلم تروي طبعًا اللي هو ناقش ملحمة الإلياذة. فيلم تروي براد بيت طبعًا عمل دور أخيه، وإحنا بصّمنا بالعشرة إن هو ده إكليس، عليّا النعمة توأم، هو، أنا لو شاورت عليه وقابلته وأقول له مساء الفل يا أخيل، هو براد بيت هو إكليس من غير ما أشوفه، حلو، فكان الناس معترضين على براد بيت في دور أخيل، وقالوا إن ده فيه خروج عن النص والشخصية وmiscasting. أنت متخيل؟ براد بيت اللي عمل أخيل في طروادة كانوا بيقولوا عليه miscasting، ولكن هنعتبر دي إن هي آراء وعدّيها، ومع احترامنا طبعًا للناس علماء المصادر والتواريخ على عيننا وعلى راسنا. نولان بقى هنا أول حاجة الناس خدتها عليه إنه جاب البت دي اللي هي إيلين بيج، قصدي جاب الواد ده اللي هو إليوت بيج، هو جاب المخلوق ده اللي هو بتاع البيج ده واخد بالك، وادّى له دور فين؟ في الفيلم، وهنا الناس اعترضت قالوا إزاي أنت نجيب واحد لا مؤاخذة قالبها متحول يعني من الآخر كده عشان هنخلّص نفسينا واخد بالك، ويعمل دور زي ده، والناس اللي فاكرة إنه هيعمل دور أخير بتاع براد بيت عليّا النعمة ما تحصل، عظيم بيمين ما تحصل، الواد ده لو كان طلع هو أخيل إحنا نشرب عصير الليفت بشاليمو. المهم يعني بعد الترم ما نزلوا العرض الخاص عرفنا إنه يعمل دور واحد اسمه تقريبًا سينوس، وده واحد من الجنود وكان تقريبًا ابن عم أوديسيوس واللي هيشارك في خطة حرب طروادة، الحصان اللي دخل مدينة تروي، عليّا النعمة ده لا حصان ولا غيره، هو بسكليتة بيب بيب وخلاص بس ما علينا. المهم إنهم اعترضوا على الزبون ده وقالوا إزاي تجيب واحد بالصفات دي اللي هو إليوت بيج وتخلّيه حاجة زي دي، هم معترضين عشان شخصه نفسه، ودي حاجة بصراحة مش مزعلاني، ده حاجة بسطاني يعني، والله لسه فيكِ نخوة يا بلد. فدي أول حاجة من الmiscasting هنعتبره miscasting مش تاريخي أوي بس نعدّيها، حلو أوي. طب تعالَ بقى يا معلم على تاني حاجة ودي اللي عملت بلبلة شويتين، أثينا
اللي هي الإلهة أثينا إلهة الحكمة والكلام ده كله، هتعمل دورها زندايا. بيقولوا إن المواصفات الشخصية والجسدية من وصف أثينا ما لهاش علاقة بزندايا، بس أنا شايف إن زندايا حكيمة وعاقلة بصراحة وممشية الراجل توم هولاند زي الفل، والحياة بينهم بأمانة هتبقى وردي وحلوة. فزندايا هنعتبر إن نولان اختارها على أساس الجوهر، لأنه عارفين إن كريستوفر نولان عميق شوية، فنعديها له، هو مخرج عظيم برضه، فزندايا تعدي. والآن إلى البلوى الكبرى، المصيبة. عارفين إن ملحمة الإلياذة تقريبًا غير طبعًا موضوع كيلس، إنها قامت على قصة الأميرة الطروادية أو اليونانية في الأول، هيلين. وهيلين اتوصفت في الأدب اليوناني القديم إنها أجمل نساء العالم اليوناني، أجمل نساء الأرض. إيه بقى عبارة عن إيه هيلين دي؟ طبعًا اللي عمل دورها الست البيضا المحلوة دي، اللي هي ديان كروجر. يعني كانت بتسبب في يعني دخول علب المناديل السينما، الناس كانت بتلاقي وإحنا بنتفرج. فديان كروجر كانت أيقونة، فقال لك إن هيلين دي طويلة، دراعاتها بيضا بتلمع، شعرها ذهبي وطويل، عينيها زرقا، أجمل واحدة في اليونان كله. طيب قلنا بقى الوان هيعمل إيه؟ هيجيب حتة بقى إيما ستون، إليزابيث أولسن، يا سيدي سكارليت جوهانسون ونصغرها حبتين، يا عم هات سيدني سويني أو سيبني سويني، هات أي حاجة، هات أي واحدة، أنا دي أرمس وسبوخها وانتهينا. لا، هو عمل كده، جاب له بيتانيونكو. بالنسبة لنولان ده مس كاستنج صريح حلو. ليه؟ لأن هو ما بيختارش حد زي ما قلت لك لرواية جديدة. أنا بشوف الرواية المكتوبة فبطبع الشخص، واخد بالك، على السيناريو، قصدي على الحوار المكتوب والقصة والكلام ده كله. إن برضه لو كانت رواية ومكتوبة أو كتاب بيتباع فبرضه صفات الشخصية أنا هختارها، ولكن في حتة التاريخ لازم بالظبط لازم تبقى هي أوف سبارتا هي المحاكي بتاعها دان كروجر يا جدعان. المهم هو جاب له بيتا نيونجو، قال لك أنا بركز على مفهوم الجمال فقط، واخد بالك، مش المفهوم اللي هو بتاع الوصف الجسدي بتاع الانثى. لا، انا عايز الجزء الحسي، انا عايز اخش جوه شويه. لا، ما انت المفروض زي ما قلت لك كنت تجيب ماشينه. فالناس وقعت بقى. مع احترامي طبعا لروبيتا نيونجو، هي ممثله ممتازه، مش عايز اقول لك إن يمكن اعلى كمان من ديان كروجر، ممثله واخده الاوسكار قبل كده. بس الميس كاستنج هنا صدم الناس بعد ما عرفوا معلومات عن هينو في سبارتا، وبعد ما شافوا ديان كروجر يا جدعان في تروي. روبيتا نيونجو، ليه يا كريستوفر ليه؟ واحد من الناس اللي بتتفرج دلوقتي بيقول لي او بيقول يعني، والكلام ده انا متوقعه، ده مين يالا انت؟ ده مين عيل الاهبل ده اللي بيتكلم عن واد بقى من اللي هم بتوع الايجيبت ده؟ كريستوفر نولان يا عم، اسمه كريستوفر نولان. انت خرجتنا بره الكلام اللي احنا بنقوله السينمائي الحلو ده التاريخي، وجاي تقول لي اسمه ايه يا عم؟ كريستوفر ابو نولان، واخد بالك. الناس او النقاد شايفين هو في شويه اخطاء، ده غير طبعا في بيقولوا ان اللغه بتاعته لغه امريكان ما شاء الله، بريتش حديثه جدا. دايما الافلام دي بلاقي يا جماعه لغه كده ليها طابع تاريخي. انت فاكر اليزابيث تيلو في كليوباترا كانت تقول لك ايه؟ مش مثلا where I go، لا where I go and don't go. في لغه وطريقه، فبيقولوا دي منحوله بقى في الفيلم، مع طبعا حته الميس كاستنج في جزء سندايا ولوبيتا نيونجو، مع شويه حاجات زي ما قلت لك. فده اللي عمل بلبله وحوار على فيلم الاوديسا. ولكن لما العرض الخاص اتعمل في نقاد كتير اشادوا واشار يعني بالمجهود اللي فيه والتصوير والمؤثرات البصريه اللي بيقول لك هتبقى تحفه وهتكسر الفور دي والاي ماكس. طبعا ده احنا كنا مستنيينها، مع طبعا الاداء العظيم لمات ديمون وبقيه الممثلين. وده زي ما قلت لك اللي احنا هنتفرج عليه. طيب هيجي بقى واحد دلوقتي من الرجاله يقول لي ايه زي بتاع حوار في المستد، طب انت مع الفيلم ولا لا؟ انت مستنيه؟ اه. لسه مستنيه؟ اه. بص يا ابني، في نوع من البشر، في واحد بيتفرج عليا زيهم اهو، مهما الفيلم اتعرض لانتقادات وكان فيه بلاوي احنا هنستنى وهنتفرج. واحد هيجي بقى بعد ما تتفرج حتى لو طلع وحش وبنلبس 60 نيله يقول لك انت استحملت ساعتين ثلاثه في الفيلم، ده انت راجل اهبل. لا، انا مش راجل اهبل، دي حاجه في دم البني ادم. في واحد بيتفرج زي ما قلت لك دلوقتي بيقول انا كده هنتفرج وهنستحمل وهنستحمل لحد احنا لما نشوف بعينينا الحاجات اللي اتقالت دي، ونحاول ان احنا نعصر على نفسنا خيط لفت وليمون ونبص للجوهر بتاع لوبيتا نيونجو وننسى ديان كروجر. ما احنا هنعمل ايه؟ مفيش حل تاني قدامنا غير كده. وده باختصار كده يا جماعه، لان في نوع من البشر كده بيجري في دمه كور بيضه وحمراء وافلام. وبس يا سيدنا، خلصت الفيديو اللي اتكلمت فيه عن فيلم ذا اوديسي. انا عارف انك باص على التايمر دلوقتي بتقول الواد ده بيخرف، دي حلقه قلش فخم. لا والله صدقني مش هي، بس هنعمل في حاجه بقى ايه عن الاوديسا نفسها او الالياذه، هنعمل الاتنين مع بعض وهنروق لك الدنيا، ما تقلقش. استحملني شويه. اتمنى يكون العرض البسيط ده اللي انا وضحت بيه الفيلم والحته بتاعت الواد البيت بيج ده، واخد بالك اخيل، انا هاخد حبايه غله بينتها لك. ان شاء الله الفيلم خلاص تقريبا يوم او اتنين وهينزل وهنتفرج، واللي هيستنى وهيتفرج عليه لما ينزل على السيرفرات والمواقع والكلام ده كله برضه هيتفرج ويشوف الاستاذ كريستوفر نولان واخد بالك هيعمل ايه. وان شاء الله باذن الله انتظر حلقه الشفاخ قريب جدا.
هافكّرك بحاجة حلوة. كان معاكم دكتور فويس محمد عادل. سلام عليكم.